ايوه خلاص 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الأعزاء، ضيوف المطرية عاملين دوشة. عاطف الأشكوني عامل دوشة في المطرية وفي شبرا في الساحل. عايزين الإخوة الأعزاء، أحيانا كثيرة يعجز الإنسان عن التعبير عن مشاعر الحب والامتنان والعرفان. احنا عايزين نسمع بعض يا أستاذ عاطف. يا عم احنا اتعودنا. عيب بقى روضوا الهدوء كان نسمع الاستاذ سيد البدوي رئيس حزب الوفد. روضوا الهدوء شباب المطريه، روضوا الهدوء. احيانا كثيره يعجز الانسان عن التعبير عن مشاعر الحب والامتنان والعرفان، وفي الحقيقه انا لا اجد من الكلمات ما اعبر به عن تلك المشاعر، وأنا أقف أمام التجمعات الحاشدة التي تستقبل الوفد في كل مكان، وعلى رأسها هذا الحشد العظيم الذي أشرف بالحديث إليه. نحن يا إخواني لسنا زوارا أو غرباء عنكم، ولكننا أهل وقد عدنا إليكم. عدنا إليكم نقدم أنفسنا، نعرض عليكم أيدينا وأفكارنا وجهودنا لتحقيق صالح أهلنا هنا في شبرا الحي الذي أسسه وأنشأه مؤسس مصر الحديثة محمد علي باشا. رغم تعدد الجولات والزيارات ورغم ضيق الوقت أمام كل هو مطلوب لحشد الناس والهمم، يبقى أكثر ما يميز لقاؤنا اليوم هو أنكم أصحاب روح دافئة وهمة عالية وحماس مشتعل دائما. في لحظات الأزمات نتكلم عن همة المصريين وروحهم، وأنتم أكبر مثال على ذلك. ربما تكون المشكلات والأزمات متشابهة ومتماثلة، وهذا منطقي وطبيعي، أن صانع هذه الأزمات وتلك المشكلات والساكت عن علاجها هو حزب واحد لم يتغير على مدار 58 سنة، اسم الحزب الوطني. من هنا
ينفي أهمية روح وحماس أهل شبرا في دعم الوفد حتى تكون قوة التغيير الحقيقية وفتح الباب أمام جهد حقيقي وصادق من أجل خلق واقع جديد يليق بتاريخ وحاضر هذا الشعب. عندما أتكلم عن المشاكل فأنا أعني هنا مشاكل وهموم كل المصريين، وعندما أتكلم عن الهموم فأنا مثلكم جميعا أفكر فيما حدث بالأمس القريب في العمرانية. لماذا أشير إلى ذلك؟ لأن ما حدث في العمرانية قد يكون له عنوان ديني عند البعض مما يرغبون في إثارة الأزمات والنعرات، ولكن وبصراحة كاملة أن ما حدث هو أعراض مشكلة يعاني منها كل المصريين، وهو التجاهل وتبديد الوقت والجهد والتسويف حتى تنفجر المشاعر فتضع الوطن بمسلميه وأقباطه في خطر. كان ما حدث في العمرانية مس المصريين جميعا، وكان أسوأ ما حدث في العمرانية على المستوى الإنساني هروب الأطفال والأبناء من المدارس خوفا من الخطر والفوضى. هم أطفال مصر أولا قبل أن يكونوا مسلمين أو مسيحيين، وكان خوف أهلهم عليهم مسلمين ومسيحيين أيضا واحد. وكان أفضل ما حدث في مأساة العمرانية حديث الناس إلى شاشات التلفزيون بأن المشكلة ليست بين الأهل والجيران، وأن المظاهرة السلمية المنددة الوحيدة كان المصريون فيها معا بدون غياب أحد عن الآخر. لهذه المشاهد دلالات عميقة بأن إشعال الفتن يبدأ دائما من تجاهل المشكلات اليومية الطبيعية والتي من المفترض التعامل معها وحلها كواجب لأي مسؤول وأي حكومة. هذه هي المشكلة الحقيقية لكل المصريين مسلمين ومسيحيين، إننا جميعا نشعر بالتجاهل وغياب القانون، والذي انحدر كان مميزا أو مطبقا على طرف دون الآخر. إنما حدث في العمرانية وفرصة لكل راغب في المكسب السياسي السريع في الداخل وكل طامع في النيل من هذا البلد على المستوى الأكبر من الخارج فرصة للمساس بهذا الوطن وحدته. من منا لم يشعر بالحزن والغضب وهو يرى أبناء هذا الوطن؟ لا، احنا عايزين نسمع بعض.